الحمد لله الذي ألهم علينا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجعلنا من المسلمين والموحدين بشهادة لا إله إلا الله، وجعل ذنوبنا كالجبال الراسيات مغفورا مستورا بشهادة لا إله إلا الله، وجعل الجنة وما فيها من النعيم الذي لا يفنى نزلا ومآبا لمن يقول لا إله إلا الله، وجعل النار وما فيها من أنوال العذاب نزولا ومآبا لمن لا يقول لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله، وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله تعالى، فاتقوه وأطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الناس، أين الذين يجاهدون في سبيل الله؟ وأين الذين يضربون رقاب أعداء الله؟ وأين الذين يعملون بكتاب الله؟ السلام عليك يا أكرم الأنبياء، تورد أمتك عن سننك يا سيد الأمناء، ويقبلون أقوال الفجرة الأشقياء، ويردون مواعظ البررة الأتقياء، ويلقون وراء ظهورهم كلام العزة والكبرياء، واشتهر بينهم شعار الغل والشحناء، وانتشر بينهم ظلمات الظلم والاعتداء، ونقص عن قلوبهم الإسلام بلا خفاء. فهذا أوان قرب قيام وقت البقاء. جهلاؤهم لا يقبلون نصائح العلماء، وعلماؤهم يقبلون مظالم الأمراء، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليس الضرب بالسيف للكافرين، وليس الجهد باللسان للمنافقين، فوالله صبت المصائب على المؤمنين. ابتلي العلماء بالجهلاء، والبررة الأتقياء بالفجرة الأشقياء، فهذا زمان الظلم والاعتداء، لا زمان العلم والعلماء. قوله سبحانه جل ذكره وكبرياؤه تبارك وتعالى وتقدس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أجارني الله تعالى وإياكم من العذاب الأليم، وغفر لي ولكم، إنه هو
الغفور الرحيم.